Ciao carissimo, carissima, bentornati in un nuovo video. أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم برنامجنا فاتشلي فاتشلي وقناتنا مبارك سارة عشان نكمل الكورس اللي ابتديناه فاتشلي فاتشلي. ونشوف النهارده موضوعنا هيتكلم عن ايه. نتكلم عن prendere الأوتوبوس، يعني أخذ الأتوبيس أو ركوب الأتوبيس. الديالوج ده اللي هندرسه النهاردة ما بين ليبينج وسينيورا. ليبينج موجود في محطة أتوبيس وعايز يسأل على الأتوبيس اللي هيركبه. تعالوا نقرا الديالوج مع بعض ونشوف كده سأل السينيورا قال لها إيه وكان ردها عليه إيه. Scusi, per andare alla stazione dei treni, che autobus devo prendere? Devi prendere l'autobus 11. Mi sa dire dov'è la fermata dell'autobus? La fermata è dietro l'angolo a destra di fronte al tabaccaio. Sa a che ora passa l'autobus? Non so l'ora precisa, so che passa ogni 20 minuti. Alla fermata c'è l'orario. Va bene, grazie, arrivederla. Ma il biglietto ce l'ha? Ah, no, dove posso comprare il biglietto? In edicola oppure sull'autobus, ma costa di più e deve avere i soldi spicci. Lei è molto gentile, grazie mille. ciao. يا ترى فهمتوا ايه من اللي احنا قريناه؟ لو انت حاسس انك لقطت كلمات وكلمات لا، حاولوا توقفوا الفيديو تسمعوا اكتر من مرة وتشوفوا اللي هتفهموه بعد كده كملوا. انا دلوقتي هعيد الديالوج تاني جملة جملة عشان نشوف الجملة معناها ايه والتفاصيل اللي فيها. اول حاجة ليبينج بيقول سكوزي per andare alla stazione dei treni che autobus devo prendere، يعني معذرة علشان اذهب الى الستاسيون دي تريني محطة القطر. كي اوتوبوس ديفو بريندر، يعني ايه الاتوبيس اللي يجب عليا ان انا اخده. ديفو هنا ده فيربو دوفيري يعني يجب. تمام. ردت السنيورة قالت له ديفي بريندر الاوتوبوس 11، يعني لازم تاخد الاتوبيس اللي هو 11 رقم 11. ليبينج قال لها ميسا ديري، يعني تعرفي تقولي لي. طبعا هنا المفروض ان احنا بنترجم مع التو، بس هو بيقول لها حضرتك، عشان كده الافعال متصرفه كلها مع اللاي فورمه دي كورتيزيه احترام. فصادا فيربو سابيري يعرف، متصرف في الاحترام فبقى ايو سو تو ساي لوي لاي سا، والفورمه دي كورتيزيه برضو سا. فبيقول لها تعرفي حضرتك تقولي لي ديري يعني يقول. دوفيلا فيرماتا ديلاوتوبوس، يعني اين تكون محطه الاتوبيس. ردت السنيورة قالت له لا فيرماتا ديترو لانجولو، يعني المحطة ديترو لانجولو ورا الزاوية اللي هي بتشاور له عليها دي. انجلو يعني ركن او زاوية. اديسترا دي فرونت، اديسترا يعني في الزاوية اللي هناك دي على اليمين. دي فرونت ال تاباكايو قدام اللي هو بياع التبغ اسمه تاباكايو، اللي هو الكشك اللي بيبقى فيه سجاير وحاجات زي كده. ليبينج قال لها سا اكي اورا باسا الاوتوبوس، يعني حضرتك عارفة اكي اورا في اي ساعة. باسا ده فيربو باساري يعني بيعدي او يمر، وفي بعض المواقف بتيجي بمعنى يقضي. الاوتوبوس يعني هيعدي الساعة كام الاتوبيس. ردت السنيورة قالت له نونسو لورا بريتشيزا، يعني انا معرفش الساعة بالظبط. لورا بريتشيزا بالظبط او بالتحديد. سو كي باسا اوني 20 minuti، اللي انا عارفاه انه بيعدي. سو ده فيربو سابيري مع الايو، ان هو عايد على الاتوبيس. باسا اوني 20 minuti كل 20 دقيقة. alla fermata c'è l'orario، يعني في المحطة c'è l'orario في الجدول بتاع المواعيد بتاع الاتوبيس اسمه l'orario. ليبينج قال لها فا بيني جراتسي اريفيديرلا، يعني شكرا تمام شكرا الى اللقاء حضرتك، اللي هي اريفيديرلا برضو كلمة بصيغة احترام. بعد كده سينيورا قالت له ما البليتو تشيلا، يعني ولكن البليتو التذكرة تشيلا يعني معاك. خلي بالكم من التعبير اللي هو تشيلا دوت بسأله لما بقول لحد انت معاك كذا بقول له تشيلا. لو معتوه هقول له تشيلاي. بستخدم دايما فيربو افيري ومعاه البارتيتشيلا تشي واداء والبرونوم اللي انتوا شايفينه الابوستروفو، او لو بتكلم جمع وهكذا. ده درس طويل يطول شرحه يعني. ليبينج بعد كده قال لها نو لا للأسف. dove posso comprare il biglietto، يعني أين أستطيع. posso ده verbo potere يستطيع. io posso tu puoi lui lei può، خدنا تصريفاته قبل كده وهبقى أحط لكم برضو اللينك بتاع الحلقة بتاعته. comprare يعني أقدر أستطيع أشتري comprare البليتو،
يعني السؤال أقدر أجيب التذكرة منين؟ ردت هي قالت له إن إديكولا يعني في الكشك اللي بيبقى موجود في المحطة. oppure sull'autobus أو oppure بمعنى أو بتساوي أو sull'autobus يعني في الأتوبيس. ما كوستا دي بيو بس بيتكلف أكتر بتبقى التذكرة أغلى. e deve avere i soldi spicci ولازم يكون معاك soldi فلوس spicci يعني فكة. يبقى أنا عرفت كمان كلمة spicci وكلمة soldi. وهنا deve ده فيربو dovere يجب وطبعا بتكلمه هي كمان برضو بشكل رسمي فبتقوله deve مع اللي. بعد كده ليبينج قال لها لاي مولتو جنتيلي حضرتك يعني مهذبة جدا شكرا جزيلا. قالت له تشاو باي باي. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وترجمتوا الكلمات الجديدة عليكم. ارجعوا اسمعوا بقى الجزء تاني الاستماع بس وشوفوا فعلا هتفهموا كل اللي بيتقال ولا لأ. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منها وسجلتوا كل الملاحظات والكلمات الجديدة عندكم في الكراسات. وانتظروني في حلقة جديدة، ولو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وشير لكل أصحابكم عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. الله بروسيما، تشاو تشاو.